علشان تعملوا احلى طبق ممبار في العيد لازم الخلطة بتاعته تكون مظبوطة، وشوية تريكات بسيطة كده هتطلع معاكوا رز مفلفل وطعمه خطير، وهيكون واخد لون ذهبي وطعمه تحفة. اول حاجة هضيف 3 كوبايات من الرز المصري يكون مغسول ومصفي، وبصلة كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة عليها ملح وفلفل اسود، طماطم متقطعة مكعبات صغيرة وفلفل حامي، وكمان خضرة بقى شبت وبقدونس وكزبرة. هنقلهم بس في طبق اكبر، وهضيف عليهم كوبايه من صلصه الطماطم ومعلقه كبيره من صلصه الطماطم الجاهزه، والتوابل معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود، 7 بهارات وشطه، ومعلقه صغيره من الكمون والكزبره. هقلب بقى الخلطه دي مع بعض كويس جدا، وكمان هضيف عليها معلقتين كبار من الزيت ده عشان الرز يطلع معانا مفلفل وخطير. عندي كيلو من الممبار مغسول كويس جدا ومتنضف، ببدا ان انا احشيه بالطريقه دي، وطبعا مش بكتر في الحشو خالص، وبعد ما اخلص ببطط عليه بالشكل ده واطلع الرز الزياده علشان ما يفرقعش لما نسلقه. ده بيكون شكله في الاخر لازم يكون متبطط بالطريقه دي. وعلشان نعمل ممبار البوبس لازم يكون طويل كده، ببدا ان انا اقسمه وبجيب خيط وبربط كده ما بين كل مسافه، ونحاول نخلي المسافه متساويه عشان يطلعوا شكله وحجم واحد. بيطلع شكله بالطريقه دي. في ميه بضيف حبهان وورق لورا وطماطم وبصل وملح وفلفل اسود، واول لما الميه دي تغلي بضيف الممبار وبخلي النار متوسطه وبسيبه حوالي من 40 ل 45 دقيقه. اول لما اتاكد ان هو استوى بصفيه من الميه دي وبسيبه لحد لما يبرد خالص. بعد لما يبرد بقطع الخيط وببدأ ان انا احمره في زيت يكون سخن عشان ياخد كده لون على كل جنب، واول لما لونه يبقى ذهبي بطلعه وبقصه بالمقص بالطريقه دي. وهيكون عندكم احلى طبق ممكن تاكلوه في العيد، طعمه بيطلع خطير ومظبوط جدا. لازم تجربوا الطريقه دي، متاكده ان هي هتعجبكم، وبألف هنا.